اهلا بيكم. الحلقه دي انا بسجلها سريعا مخصوص برغم ان انا لسه ما خفتش. ازاي ممكن تواجه وتتحدى فيروس كورونا؟ ايوه تتحداه وانت اللي تهاجمه. فيروس كورونا محتاج تصرف سريع جدا جدا مننا. ده بيضمن لك نسبه كبيره قوي من العلاج الصحيح. يعني علشان معظمنا ما بيحس بقى بدخول انفلونزا، اي نوع من انواع الانفلونزا سواء الموسميه او الكورونا او كده، بيبدا عايز يروح يعمل مسحه ويروح للدكتور والدكتور يعمل له ويقول له عمل لي اشعه مقطعيه ويقول غالبا كورونا، والحاجات هي في الاخر سبل العلاج هي حاجات محدده قوي. فيروس كورونا ملوش علاج خالص. علاجه الوحيد ان انت تدي فرصة للمناعة بتاعت جسمك انها تكون الاجسام المضادة للفيروس عشان تلتهمه. المناعة بتكون الاجسام المضادة دي في خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ايام عند كل الاعمار. كل دورك بقى حضرتك انك انت تكون مجهز في بيتك وسائل الدفاع. انت اعتبر ان في حرامي نط عندك في بيتك كده، فتروح قافل عليه انت وهو وتستفرد بيه وتستخدم الوسائل الدفاع. وسائل الدفاع بتاعتك هي عبارة عن تعطيل وصول الفيروس للصدر للرئة. انت بتعطله بقدر الامكان لحد ما تفوت ال3-4 ايام دول اللي بيكون اتكون فيهم الاجسام المضادة اللي بتلتهم الفيروس. وده العلاج الوحيد، هو ده العلاج. انت نفسك اللي بتعالجه، المناعة بتاعتك هي اللي بتعالجه. نروح بقى على طول كده، انت دايما مجهز في البيت ادواتك الاسلحة بتاعتك وكل المراحل اللي هو ممكن يمر بيها، من هو موجود في التجويف بتاع الفم او الانف، وبعدين المرحلة اللي بعدها ان هو بينتقل للحنجرة، ومن الحنجرة بيبدأ يروح للرئة. انت في كل مرحلة من دول بتحاول تعطله وتفرمله، انت ما بتقدرش تقضي عليه، انما انت بتلخبط له السكة، ما بتمهدلوش طريق. تمهيد الطريق انك تسكت اول ما يجي انت عايز تكشف وعايز تشوف حد وتشوف الحراره وتشوف بتاع، خلاص لا هو اللي جالك ده كورونا، تعامل معاه كورونا على طول. حرامي امسك حرامي، هو الكورونا جت. الحاجات المهمه جدا المفروض تكون عندك كل المنشطات بتاعت المناعه اللي بتخلي المناعه تبقى قويه جدا، خصوصا للفيروس الانفلونزا او فيروس الكورونا. فيتامين سي الفوار، فيتامين سي فوار، ويا ريت طبعا يكون بتستخدم معاه على فكره الفلفل الملون الاحمر والاصفر، ده مليان فيتامين سي بشكل مهول يعني وقوي جدا، يعني يخدمك قوي. وما عندك يكون عندك في البيت فيتامين دي اللي هو ال10,000 وحده. فيتامين دي، الفيتامين سي بتستخدمه مرتين في اليوم، الفيتامين دي بتاخده مره واحده في اليوم. جنبهم بقى حاجتين اللي موجودين في القرآن عندنا بيساعدونا في رفع المناعة وبرضو تحجيم الفيروس ده، ان هو ما يتحركش وما ينتقلش من مرحلة لمرحلة بسهولة. انت بتكعبله بس، كل ما يجي يحاول يتنقل بتخبطه مقص كده في السك. واجهه بمنتهى الشراسة. انت كمان اقعدوا في البيت واقفل عليك، انت ما بتخرجش بره البيت وبتعزل نفسك، مش علشان ما تعديش حد، لا ده هي الحكايه عشان تبقى واضحه، لان ما حدش بيوضح الحكايه دي. الحكايه تبقى واضحه انك انت ما بتخرجش عشان تاخد فيروسات اكتر، لان انت خدت كميه فيروسات، فممكن تخرج والمناعه بقى بتشتغل على عدد من الفيروسات موجود عندك او كميه يعني محدده، فانت عمال تضيف له، تخرج وتجيب له. لا ما تخرجش بره البيت، اقفل عليك انت وهو واقعد له بقى. وهتستخدم الحاجات البسيطة في المرحلة الأولى اللي احنا بنقول عليها الفيتامينات والحاجات اللي بترفع المناعة. فيتامين سي وفيتامين دي والجنزبيل مهم جدا، تشربه 2-3 في اليوم، ويا ريت يكون بالليمون وتستحمله. هو عامل زي يعني لما تيجي تشربه هو بيبقى عامل زي المية بتاعت الحمص دي الحامية شوية، اللي يعني فيكوا يعني ابن بلد زي حالاتنا كده وعارف الحمص الشام. لا تستحمله، يعني انت لما تستحمل ان هو بيحرق في الزور كده شويه، هو احسن ما تستحمل المرض نفسه، يعني قبل يعني بعد الشر على الجميع. يعني الفيتامين سي والفيتامين دي، الدي اللي هو 10,000 وحده، تاخده مره في اليوم.
وفي حاجتين مساعدين بتاخدهم، اللي هو العسل النحل على الريق، ده بيساعدك قوي علشان يوصل بسرعه للجسم والجسم يستوعبه بسرعه ويقدر يساعد معاك في المناعه، يرفع المناعه. الجنزبيل ده حائط صد على فكره في منطقه الحلق دي بالذات، والمنطقه بتاعت الصدر كمان، الرئه. هو بيفك الكتمه الشديده دي. الحاجتين دول تستخدمهم. الحاجات اللي تكون جاهزه عندك، انا كتبت اللي انا استعملته وقدرت اواجه المرض كويس جدا الحمد لله، وانا في فتره النقاهه دلوقتي، يعني فاضل شويه كحه كده صغيرين والموضوع ينتهي. الحاجات اللي ضروريه تكون جاهزه عندك، اللي انت هتقف تدافع بيها عن نفسك. الحرامي اللي داخل عليك ده، انت عايز تعطله، بتعطله بس بتعطله بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه. ما تستناش يوم على ما تروح للدكتور وتحجز، لا خالص، ابدا على طول فورا هاجم، لانه في النهايه الدكتور هيقول لك اعمل كده. خليك قاعد في البيت، اعزل نفسك، خد الفيتامينات دي وخد الحاجات الفلانيه. انا هقول لك عليها، الفيتامين سي والفيتامين دي الاسلحه اللي موجوده اللي عندك، اللي انت بتستخدمها في البدايه مع الجنزبيل والعسل النحل، حاجه كويسه جدا جدا. لو ابتديت تشعر بقى ان هو ابتدى يدخل، برضو من الحاجات اللي جاهزه اللي موجوده عندك، ابتدى يوصل للزور للحلق من جوه، هتستخدم مضاد حيوي. هو ما بيقضيش عليه، انما هو بيكعبله جامد قوي في السكه، بيعطله جامد جدا، يعني بيبوظ له المناخ اللي هو ممكن يقعد فيه كويس في الحنجره وفي الرئه وفي الجهاز التنفسي يعني بشكل عام. المضاد ده حتى الدكاتره معظمهم اللي خدوا بالهم من النقطه دي هم بيستخدموه. هو مش علاج، هو بيكعبل كده بالبلدي، هو بيعطل انه يدخل المرحله الثانيه ويجري في طريقه بسرعه. الدواء ده اسمه سيبروفلوكساسين اللي هو ال 500 مللي جرام. تاخد حبايه كل 12 ساعه. اول ما تحس ان هو وصل بس الحلقه عندك، تبدا تاخد السيبروفلوكساسين ده. هايل. او السيبرو، على فكره سيبرو اي حاجه، في سيبرو باي وسيبرو ماكس يمكن، ويعني كذا اسم كذا حاجه، بتبتدي بسيبرو. هو ده طبعا احسنهم واللي منتشر وسعره كويس وكل حاجه، السيبروفلوكساسين. ده بتاخده على طول اول ما تحس ان هو اتنقل الزور وابتدى يبقى فيه الكحه وكده، عشان برضو بتعطل وصوله ان هو يدخل الرئه. من الحاجات اللي دايما تكون جاهزه عندك في البيت، طبعا اللي انا بقوله ده لازم ده قاعد موجود عندك في البيت، انت بتستعد، لان بنسبه 90-95% معظمنا هيتعرض يعني للموضوع ده. فدي حاجات تبقى جاهزه، عشان هو دايما بيجي بالليل زي الحراميه برضو كده، يعني تبدا تظهر اعراضه بالليل. فانت علشان تقدر تتصرف بسرعه وفي اسرع، يعني ما تستناش حاجه ولا الصيدليات تفتح، لا بالليل بس انت عندك حاجتك في البيت، مش محتاج تنزل بقى. والبخاخ بتاع الانف في الدلتا رينو ده هايل علشان يفتح الانف لما بيحصل فيها انسداد، لانها من اعراض الانفلونزا. على فكره قبل ما اكمل اللي انا بقوله ده، الحاجات اللي انا بقولها دي كلها لو طلع اللي عندك مش كورونا، هي الحاجات اللي انت بتاخدها دي مش هتضرك، هتبقى انفلونزا موسميه، ده برضه هيفيدك في الانفلونزا الموسميه عادي، يعني هيعالج لك الانفلونزا الموسميه لو كانت هي عندك، ولو كورونا هو هيعطلها ويبهدلها لحد جسمك ما يكون الاجسام المضاده دي في خلال 3-4 ايام، ويبدا هو يقضي عليها، يلتهم الفيروس. يعني امان، ما فيش اي حاجه على اعراض جانبيه ولا اخطار ولا مجازفه ولا حاجه، لا هو ده الشائع. هنقول بقى لو انت يعني هو وصل للمنطقه بتاعت الحلق والزور وكده، انت بتستخدم السيبروفلوكساسين ده، بتستخدمه 3 ايام بحد اقصى. يعني هو انت بتاخد حبايه كل 12 ساعه، بتاخد حوالي 5 مرات او 6 مرات الجرعه على مدار ال3 ايام دول. وبعد كده بتكمل بقى لمده 4-5 ايام كمان بدواء مناسب للمرحله اللي انت هتبقى وصلت لها، اسمه ابياموكس 500. بتكمل بيه، هو اخف من السيبروفلوكساسين، اخف منه شويه يعني، لكن بتكمل علشان برضو هو ما يرجعش ينشط تاني.
ده الابياموكس، الحاجات اللي هي جاهزه اللي عندنا يعني. ارجو ان انتم تكونوا بتكتبوها من الموجود. طبعا من الحاجات اللي مهمه جدا عشان لما تدخل لا قدر الله يعني لو هو بقى ما وصل للمرحله للصدر والحاجات دي، لازم يكون عندك الادويه اللي بتعمل سيوله في الدم. على فكره الاسبرين بتاع الاطفال هو بيعمل سيوله، اللي انا عرفته يعني هي سيوله خاصه بالصفائح. انا مش عايز ادخل في حاجات طبيه، انا مش طبيب. انا قمت يعني حصلت لي تجربه وحصيله اراء الاطباء يعني اللي بنتكلم معاهم اصدقائنا وكده. الاسبرين البرو 100 اللي هو 100 بتاخد منه حبايه واحده في اليوم اما تحتاجه. الكلوبكس بتاخد 75 دواء اسمه كلوبكس بتاع سيوله كويس جدا جدا، سيوله الدم بقى بشكل عام. وبرضه مش هتكلم في تفاصيل عشان ما غلطش في حاجه علميه يعني، لكن هم دول مهمين جدا انك تاخد قرص من كل واحد منهم. مثلا الاسبرين الصبح والكلوبكس بعد الغداء بتاخد قرص وقرص مره واحده في اليوم. بتحافظ على ان السيوله تبقى عاليه، وبيبقى علشان ما يحصلش التجلطات الصغيره اللي هي بتبدا تعمل ضيق في التنفس وتبدا تدخل في المشكله الكبيره. برضو كل ده احنا بنعطل في الفيروس بقدر الامكان وبقدر المستطاع، وده فعلا بيعطله. يعني الحاجات دي بتعطله بتوقفه بتفرمله تماما يعني لحد ما جسمك ياخد فرصته. وانت بتستخدم الحاجات دي يعني انت في المرحله الاولى انت بتاخد الفيتامينات اللي احنا قلناها، الفيتامين سي وفيتامين دي، وتستخدم العسل والجنزبيل. دول لما تبدا بقى تظهر حراره ويكون وصل للحلق وابتدى يعمل شويه ويأثر وهيبدا يوصل للصدر، انت بتبدا تستخدم المضادات الحيويه جنبك عشان تعطله، جنب الحاجات برضو الفيتامينات اللي انت بتاخدها والعسل والجنزبيل زي ما انت برضو ماشي عادي، بس بتزود المضاد الحيوي. وبيكون بقى عندك جنب الكلام ده الحاجات الادويه بتاعت زي مثلا الاولفنت اللي هو دواء شرب للكحه يعني، هو مذيب وطارد للبلغم وموسع للشعب. وممكن يبقى عندك كمان حاجه احتياطي متخصصه في توسيع الشعب زي الابيكوفيلين اللي هو لونه موف، ده موسع للشعب كويس جدا جدا هايل يعني. ده مناسبين جدا للحاله اللي بتبقى موجوده. عندك دواء خافض للحراره علشان اول ما تبدا تظهر الحراره برضو ما تستناش اما الحراره تعلى قوي، تحس خلاص ان بدات الحراره ابدا علشان الدواء ياثر، لان في مرحله من ارتفاع الحراره ما بينفعش فيها الدواء، لازم بقى هتخفض بالكمادات او تحط راسك تحت ميه ساقعه وحاجات كده يعني صعبه شويه. برضو في المرحله بتاعت الاصابه بقى لما بتوصل للصدر شويه بيبقى فيه شويه ضيق في التنفس، بتستخدم بخار الميه العاديه خالص، ميه عاديه من الحنفيه، تستخدم البخار بتاعها بتستنشقه من الانف ومن الفم. بيساعدك جامد جدا جدا علشان برضو للتنفس وللفرمله النشاط الفيروس، مهم جدا. الحاجات دي انا بقولها كمان علشان تبقى اهم حاجه انها تبقى موجوده عندكم في البيت وانكم تقدروا تستخدموها بسرعه. واللي انا بقوله ده اكدوا عليه من اطباء طبعا، اسالوا قولوا الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، بس انا بتجربه شخصيه ونتيجه نصائح الاطباء هو ده اللي انا استخدمته. وكانت معاناتي يعني مش شديده، لان كنت بقدر كل مرحله اسيطر عليها شويه وعلى الاقل اخفف الالام يعني واخفف الاعراض على نفسي يعني شويه، وما اوصلش لمرحله بقى ضيق التنفس والحاجات دي، لانه خلاص من اول ما هجم عليها هجمت عليه حرامي وخلاص وانا بهاجمه. لازم تدافع واسلحتك لازم تكون موجوده في البيت وما تخرجش من البيت. واكلك في الفتره دي انت بتاكل الخضار المسلوق، شوربه الخضار المشكل يعني دي العاديه، ابعد عن السكريات تماما في الفتره بتاعت يعني استخدام الادويه دي، ما بقاش سكريات خالص نهائي، واستغنى بقى عن يعني تشكيله الاكل اللي انت متعود عليها، وشوربه الخضار كفايه، ولو فراخ بدون الجلد بتاعها، الفراخ المسلوقه العاديه دي، ده اكلك اللي انت بتعتمد عليه.
هو ده اختصار الحكاية كلها. الحكاية كلها ما تقعدش. النصيحة الأساسية أول ما تحس خلاص إن في حاجة، في إصابة حصلت، ابتدى رشح، ابتدى كحة، ابتدى تذوق، حاسة الشم، أي مظهر من مظاهر إصابة بإنفلونزا. الإنفلونزا سهل، أنا مش عارف أقول النون حتى لسه يعني. المهم يعني الإنفلونزا عموما بشكل عام الاتنين بيتعالجوا بالطريقة اللي أنا بقول عليها. يمكن المرحلة الأخرانية اللي فيها ما بتحتاج لهاش، اللي هي استخدام بقى المضادات الحيوية الأقوى دي شوية. يمكن بتستخدم الإبياموكس بس كفاية للحلق وللزور، يعني الالتهابات اللي بتطلع من الإنفلونزا الموسمية. لكن ده كله مفيد جدا جدا في الحالتين، سواء انفلونزا عادية أو كورونا. الكورونا هو بيعطلها لحد ما جسمك يكون المضادات، الأجسام المضادة ليه، وتبدأ تلتهم وخلاص وتقضي عليها. وبتقعد بعد الفترة دي بتقعد من أسبوع ل10 أيام برضو حاجز نفسك في البيت علشان تستفيد من الأجسام المضادة اللي عملها الجهاز المناعي، عشان ده يفيدك بعد كده لمدة 3-4 أشهر على الأقل كمناعة لا تصاب بالكورونا مرة تانية في الفترة دي. ده تجربتي وبنقولها بمنتهى الأمانة، لأنه بعتبر الناس كلهم زي أهلي وأخواتي، وحاسس إنها تجربة أنا اتصرفت فيها صح. يعني اتبعت كل الكلام بتاع نصايح الأطباء ومشيت عليه، واختصرت واختزلت على نفسي المشوار اللي دايما بيتعمل وينكسنا. يعني انت بتكلم الدكتور، مفيش مستشفى هتستقبلك الا لما تكون وصلت للرئة والحالة بقت شديدة ومحتاجة ان انت تدخل عناية مركزة. وانت ليه هتستنى بقى الكلام ده؟ عايز اروح، لا اصلا مش هعمل لحد ما اروح للدكتور، ومن الدكتور اروح اعمل التحاليل والاشعاعات المقطعية. كل ده وقت انا بمكن الفيروس من جسمي كويس انه يدخل من مرحلة لمرحلة، على ما اجي ابتدي في العلاج يكون هو دخل في المنطقة خلاص بقى بينتقل للرئة. يعني التأخير من اخطر ما يمكن. هو ده اخطر حاجة في الكورونا، انك تتأخر عليه لحد ما يدخل بقى وتمكن من الرئة. لا خالص، انت قاعد عمال تفرمله وتكعبله على البوليس يجي، يعني حرامي، وانت انت مش هتعرف تقتله، لكن انت عمال تكعبله وتعطل فيه شويه على ما جسمك يكون الاجسام المضاده للفيروس اللي هي بتستغرق من 3-4 ايام. انت قاعد عمال تكعبله وتشنكله ما تمكنوش منك. لا، بمنتهى الشراسه هاجمه وخد له الفيتامينات كويس، وكتر من حكايه الفيتامين سي دي لانها هايله جدا. العسل النحل، الجنزبيل تشربه 3 مرات، ويا ريت تضيف هو جنزبيل بس مركز، بيبقى حامي شويه، انما ولو قدرت تزود عليه ليمون هيبقى احسن. يعني تعصر نص ليمونه كده على الكوبايه اللي انت بتعمل فيها الجنزبيل. تحياتي ليكوا، وبتمنى الشفاء لكل اللي اصيب بالكورونا، واتمنى النجاه لكل اللي لم يصابوا، وان شاء الله ما حدش يتصاب تاني. لكن احنا بنتبادل كده النصيحة، مجرد نصيحة او التجربة، نفيد بعض يعني كأهل. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.